تخيل يا عزيزي تكون تعبان وشقيان طول حياتك، ومن الشمس المحرقة دي بتنزل في حفرة أضيق من ود اللحد، وود اللحد ده هو اللحد الموجود في القبر بتاع المسلمين، وكمان جوا الحفرة دي يكاد يكون النفس معدوم وما في أكسجين بتاتا. ولما خلاص تفرج وتشوف بصيص الأمل وتلقى الكنز بتاعك وتشوف سلسلة الغنى ماشية قدامك، يجي جن يحرمك منه. لك أن تتخيل حراس الكنوز حقيقة أم خيال؟ يلا نشوف قصتهم. قصتنا اليوم حتكون عن حراس الكنوز وعن الجن اللي بيكون متواجد حوالين الذهب بالأخص، وليه أصلا بيكون موجود حوالين الكنوز والذهب. وحنكون كمان لافين حوالين الأجواء السخنة، حنكون قاعدين حوالين الجبال والصحراء اللي هي بالسوداني الخلا، يعني هجير وحر وبيئة قاسية تماما ما بيتخذ ملجأ إلا الزول المجبور عليها، والزول الضاقت به السبل ضاق به الحال، أو كمان الباحثين عن الغنى السريع أو المغامرين. بيئة قاسية جدا ومحتاجة رجال بمعنى الكلمة، لكن عيب الأكبر إنها بتعتمد على الحظ البحت. يعني ممكن تمشي من أول دقيقة وحظك يضرب تماما، وممكن كمان تقعد فيها بالشهور الطويلة والسنين وما تديك حاجة. وكلنا سمعنا قصص بالاتجاهين، المحظوظ والغير محظوظ. سر ظهور حراس الكنوز اختلفت فيه الروايات، منهم اللي بيقول إنهم موجودين حوالين الكنوز دي من زمن الأباطرة والسلاطين والملوك، إنهم كانوا بيجيبوا السحرة يعملوا الشعوذة بتاعتهم ويستدعوا الشياطين والجن عشان يحرسوا الأموال بتاعتهم من أيدي اللصوص، وانطمرت مع الزمن. ومنهم اللي بيقولوا إنه في القديم في القرون الوسطى أو العصور المظلمة كانوا بيدفنوا الميت بالكنوز بتاعته بكل أملاكه من ذهب وفضة وهو عايش، وبقوموا بيعملوا حوالينا طقوس وشعوذة برضه ويجيبوا جن يحرسها من أيدي اللصوص، لأنه كان في حاجة معروفة بين باشين القبور، فأول ما يلقوا قبر جديد بيحفروه ويشيلوا الأموال دي منه. والرواية الثالثة بتقول إنه الجن بفتش عن الذهب، وأول ما يلقى كمية بتاع الذهب بيقعد حوالينا، لأنه بيقولوا إنه الذهب ملازم له الزئبق، وفي بعض الأحيان بيكون الزئبق الأحمر. وزي ما إحنا اتكلمنا في فيديو حامد التائب عن إنه الجني بيحتاج للزئبق الأحمر عشان يجدد شبابه، وإنه الجني ما بيقدر يستخرج الزئبق الأحمر إلا يتم تسليمه له عن طريق بشري، فالجني بيكون قاعد على أمل إنه يجي بشر ويطلع الذهب ده والجني يستفيد من وراه. ويلا يا عزيزي تعال تخيل معايا السيناريو ده. بعد تفكير كتير وبعد ضيق وسرحان يكاد يشرب الشعر، أخذت قرارك بالمخاطرة، مشيت واخدت العفو من الوالدة وشديت الرحال، تعبت وعانيت مع السفر وطريق سيء، وبعد ما وصلت وشفت البيئة القاسية دي بيئة يكاد ينعدم فيها ماء الشرب، خليك من ماء الاستحمام، والأكل اللي انت كنت بتستخسره وبتحس بأنه ما سمح يكاد يحتسب وليمة هناك، بيئة أغلى حاجة فيها الأكل والشرب، بيئة مليانة بالمخاطر أقلها الثعابين والعقارب وجميع أصناف وأشكال الجن، وحيلاقيك أبو فانوس كتير، وحتسمع أصوات الكلاب البرية والذئاب وكمية بتاعت مصايب ما حتعرفها إلا العاشرة. وأبو فانوس ده حيكون الفيديو بتاعنا الجاي. ومنها بديت شغلك وبديت الحفر وبديت المجابدة ونزلت في بير الذهب، وبير الذهب ده بيكون عبارة عن حفرة كل ما تعمقت فيها كل ما زاد الظلام بتاعها، وكل من عدم فيها الأكسجين، ما معك مصدر بتاع إضاءة غير مصباحك اليدوي أو المصباح الصغير بيكون متعلق في الخوذة فوق، وكمية بتاع التعب ما طبيعية، وخلاص بصيص الأمل بتاعك ظهر ولقيت الكنز بتاعك، لقيت حارس جن والجن منعك منه. ده اللي حصل لبطل قصتنا اللي حنحكيها. بطل قصتنا من الناس المحظوظين جدا، لكن للأسف من الناس الوقع الضحية للطمع. بطل قصتنا بعد ما حصل له السيناريو الفوق ده كله ونزل البير وخاطر بالسمية بتاعت الحجارة اللي بتلاقيك، وخاطر بالنفس الممكن يتقطع في أي لحظة، وخاطر بأنه البير ممكن يتهدم ويقع عليك في راسك، لقى عرق بتاع ذهب. والعرق بتاع الذهب ده هو عبارة عن خط كبير من الذهب وبكون متفرع داخل الأرض زي الجذور بتاعت النبات، واحنا عندنا الجذر بتاع النبات باللهجة السودانية اسمه عرق، اللي هو بيشبه العروق بتاعت اليد والشرايين اللي بتكون مارة فيها. فصاحبنا لقى العرق ومشى مع العرق ده ويتعمق، وكل ما يمشي العرق ماشي معاه وطول ويشيل وينقل في الذهب لحد ما بقى واحد من أغنياء المنطقة. ففي مرة من المرات نزل عشان يشيل ذهب الثاني، فهنا الجن الحارس للذهب ده يا زهج منه يا قنع من انه يلقى زئبق احمر من وراه، يا كمان في كنز اكبر هو كان حاميه وقفه في حده وقال له كفاية اشلته خلاص كفاك، ولو تاني جيت راجع هنا ما حيحصل لك خير. وفعلا زولنا من الخوف
شال بعضه وبحبة القدرة اللي فيه طلع برا، وتاني قرر انه ما حينزل البير دي، مشى وبدا يصرف في القروش ومتعود على الصرف لانه عنده النقاطه بتاعته كانت العرق ده بشيل منه في الزمن اللي هو عاوز. فالنفس البشريه دائما ما بيملاها الا التراب. فزولنا ده طمع تاني وقال الجن ده خلاني اشيل ده كله، ما حيوقفني المره دي، ونزل البير عشان يشيل ذهب تاني وما طلع منها تاني سليم خالص. الجن اتلبسوا او ضربوا او حصل له شنو بالضبط داخل البير ده ما معروف. الزول ده دخل سليم ومعافى، طلع مجنون تماما، ومنها حصل له شنو ما في زول عنده خبر، ومكان العرق مجهول حتى الآن. دي كانت قصتنا عن حراس الكنوز. وما ننسى لو عندك قصة عن الذهب أو حراس الكنوز احكيها لنا في الكومنتات. كنت معاكم أنا محمد البشر، ما وراء الستار. شير، لايك، سبسكرايب. سلام.